في كل مرة تواجه فيها الريال وأتلتيكو تخسر إما بثلاثية أو رباعية، لكن اليوم برشلونة انتقمت لغريمها وأفطرت على أتلتيكو بثلاثة مرات، قصدي 3 أهداف في هذا الشهر الكريم. السلام عليكم أصدقاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم سأتحدث عن ما يعجبني في هذه المباراة. أولا، تعلمون أن أتلتيكو مدريد لم يخسر طوال الموسمين في أرض ملعبه، وأن هذا الفريق هو الفريق الذي تأهل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان. هذا الفريق هو الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد بثلاثية لا تنسى في الدوري الإسباني، لتسجل ريال مدريد أول خسارة لها في الموسم. هذا نفس الفريق الذي ذاق الهزيمة النكرة أمام برشلونة في أرض ملعبه. ماذا أقول؟ أخيرا عادت برشلونة إلى مجدها السابق. منذ سنوات ونحن اشتقنا لمثل هذا اللاعب. طوال هذا الموسم في كل الدوريات تحس وكأن الفريق ضائع. يملك القدرة وليس الفرصة. يملك القدرة على الفوز لكنه ضائع. لكن الآن برشلونة أمتعتنا بمباراة من الزمن الجميل. منذ بداية المباراة برشلونة طبقت ضغطا قويا على الكرة، من الاستحواذ عليها وتهديد مرمى أتلتيكو مرات عديدة، الذي مكن جواو فيليكس من تسجيل الهدف الأول، هدف لا يعلى عليه. بل في الحقيقة كل الأهداف ممتازة. خلال الساعات الأولى من المباراة رأينا تألقا من كل من فيليكس، ليفاندوسكي، رافينيا، غوندوغان، لوبيز، سيرجيو، كوندي، أتمنى أن لا أنسى أحدا. بينما في 30 دقيقة الأخيرة لو قامت تشافي ببعض التغييرات واستمر الفريق بنفس الوتيرة لكنا سنرى الهدف الرابع والخامس، لتكون ذكرى لا تنسى لأتلتيكو. هذا الفوز أصدقائي سيعزز فرصة الانتقال إلى النهائي في دوري أبطال أوروبا، وسيرقي برشلونة إلى الترتيب الثاني في الدوري الإسباني. لقد أخبرتكم، لقد عاد الملك. كنت أنسى، أين هو لامين يامال نجم الفريق الصغير؟ أين هو؟ للأسف لامين يامال لم يحضر المباراة. أخبرونا بتوقعاتكم عن نهائيات دوري أبطال أوروبا، خاصة السيتي ومدريد. من تتوقعون سيفوز؟ اكتبوه لي في التعليقات. هذه هي نهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.